اللي انا هحكيه ده قصة حقيقية، قصة اتحكت من مغسلة كانت بتغسل بنت عندها 30 سنة، وكان عندها 4 ولاد صبيان. فجأة جالها كانسر. عرفت ان هي جالها كانسر، ماتت. هي مش ماتت من المرض، هي ماتت من الصدمة لما عرفت انها تعبانة. وهما بيغسلوها البنت كانت وشها مريح جدا ومبسوطة. اختها دخلت عليها: معلش، فضوا الأوضة، عايزة اودع اختي بطريقتي وانا هبقى ضفرلها شعرها. قالوا لها ماشي، فضوا الأوضة، وقعدت مع اختها لوحدها. وبعد شوية دخلت عشان المغسلة تبدأ تقفل الكفن. وهي بتكفن المتوفية لقت ايه بقى؟ لقت بقعة دم فاتخضت. طب نفتح ونشوف. اختها وقفت وقالت: لا خلاص، احنا كفنا، محدش يبص ويفتح على اختي، احنا قفلنا ودي حرمة ميت. من هنا لهنا وقيل وقال: لا هنفتح وعايزين نعرف ايه بقعة الدم دي. فتحوا وبيشوفوا، لقوا ان في عمل محطوط في راسها، في شعرها. الكل اتصدم. المغسلة قالت: وقت الغسل ما كانش فيه اي حاجة. واجهوا الاخت: انتي الوحيدة اللي دخلتي على اختك. وبعد الضغط اعترفت فعلا ان هي اللي عملت كده، وده لانها كانت بتغير من اختها جدا. فراحت عملت عمل لاختها ان يجيلها المرض. وما اكتفتش بكده، هي راحت كمان عملت عمل تاني لعيالها الاربعة ان هم يموتوا. انتوا متخيلين ان ممكن شخص يأذي شخص تاني والشخص ده من دمه ومن لحمه؟ اشمعنى هي تجيب ولاد واشمعنى انا يبقى عندي بنات؟ فأذيهم وموتهم ودمر حياتهم كلهم عشان انا جوايا غل وحقد. اللي عايزة اقوله: ليه شخص يعمل كده؟ ليه الأذى اللي بيجي من حيث لا نتوقع ده؟ وليه الناس اللي بيختاروا الطريق المظلم ويمشوا فيه؟ في ناس حوالينا بتأذينا مش بالأذى اللي نقدر نرده، ولكن بالأذى اللي بيتقال عليه ساحر، حسب مقصود، نية تخريب، نفس مش صافية، قلب اسود. بس خليني اقولك على حاجة: ربنا مش سايب اللي بيظلم، دايما بيتفضح، واللي بيأذي بيترد ليه الأذية دي وفورا. في حاجة مرعبة في الفكرة نفسها، ان حد ياخد وقت من عمره وفلوس من جيبه وتفكير عشان يأذيك، بس علشان يبوظ رزقك او يبعد عنك شخص بتحبه او يخلي حياتك تمشي بالعكس. عارفة ممكن يعملوا كل ده ليه؟ مش لانك اذيتيهم، بس لانك ناجحة في حياتك، لانك مرتاحة، لانهم شايفينك مثلا مبسوطة شوية. في ناس ممكن تأذيكي لمجرد ان هم شغالين معاكي في مكان واحد، ولما بيشوفوكي داخله الشغل مثلا مبسوطه في يوم من الايام بياخدوا القرار ان هم يهدوا عليكي حياتك دي من غير ما يعرفوا سبب انبساطك ايه. او يشوفوكي مثلا ناجحه في حياتك، الناس بتحبك، ناجحه في حياتك شويه عنهم، رغم ان انتوا الاتنين بتشتغلوا نفس الشغلانه، بتاخدوا نفس المرتب، بس هو ممكن يأذيكي لمجرد ان هو شايف ان الناس كتير قوي حواليكي والناس الكتير دي بتحبك. فهو مش عايز كل ده، هو عايزك مكروهة زي ما هو مكروه بالظبط. سبحان الله، الناس اللي بيعملوا كده او يمشوا في الطريق ده وشهم بيتغير، شكلهم بيتغير. تلاقي الناس بعد ما كانت حباهم اول ما بيدخلوا في الطريق ده تلاقي الناس فعلا كرهتهم. في ناس مش قادرة تتقبل ان في حد غيرهم عنده نعمة، هما بس كل اللي على لسانهم بيقولوا ليه مش انا اللي عندي النعمة دي. بس دايما دايما النية دي بتتكشف والقلوب السودا بتتفضح. اللي بيلجأ للأذى ده علشان يحقق غرضه بيخسر روحه قبل ما يخسر غيره. وحتى لو نجح مؤقتا النجاح ده ما بيكملش. الفرحة دي ما بتسمهاش فرحة، ده هدنة قبل الانهيار. في جملة بحبها جدا وهي: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وكل مرة تفتكر ان في حد أذاكي او حياتك باظت فجأة، قولي لنفسك: انا مش ضحية حد، انا بنت ربنا، واللي بيحصل ده مش النهاية، دي محطة اختبار قبل ما ربنا ياخدلك حقك منه. مش كل حاجة وحشة بتحصل في حياتنا معناها برضو ان هي سحر، لكن وجود الناس اللي بتأذي بالسحر حقيقي وبتكشف لما توكلي امرك لربنا من قلبك فعلا. في فرق بين الخوف، في فرق بين التسليم، في فرق بين الهلع، وفي فرق بين انك واثقة فعلا في ربنا. اللي عايزة اقوله برضو ان احنا لازم نتحصن، مش بس بالاذكار، لكن بحسن النية، بالقلب النضيف، بالدعاء من قلبك. دايما ادعي وقولي كده: اللهم من اراد بي سوءا فرد كيده في نحره. محدش بيقدر عليكي طول ما ربنا حميكي، محدش بيقدر يمس رزقك ولا صحتك ولا علاقتك الا باذن الله. وانتي لما تكوني على صلة حقيقية بربنا السحر ما بيدخلش قلبك ولا بيأثر فيكي نهائي. كل حاجة بنعيشها حتى الألم وراه حكمة، وكل أذى بيتأذي لينا أو الناس اللي بتدبر أذى لينا بيترد بطريقة مش مباشرة، ومش لازم نشوفه ان هو اترد، بس ربنا بيرده في الوقت المناسب، مش دايما بالطريقة اللي احنا عايزينها أكيد.
في وقت مناسب ربنا بيكون شايفه بيرد الأذى ده لصاحبه. فلو في حد أذاك قولي في سرك كده: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه وما مد أذاه لغيري، وكملي حياتك بنفس مطمئنة ان كل حاجة هتترد في وقتها، وربنا ما بينساش حق حد. في ناس بتخاف من السحر، لكن اللي يخوف اكتر انك تبقي ماشيه في حياتك عادي بقلب مليان اذى، وتنامي وانت فاكره انك منتصره، وانك في الحقيقه بتخسري كل حاجه. ما ينفعش ان احنا عشان نعيش حياه كويسه او حياه حد او فاكرين ان السحر اللي احنا هنعمله ده هيعيشنا حياه كويسه. في ناس بتأذي لمجرد ان هي بس مريضه. الناس اللي بتعمل سحر لو ما لقيتش حد يعمل لها سحر بتعمل سحر لنفسها. انا مش جايه اتكلم في موضوع عشان الناس تخاف، انا جايه اتكلم في الموضوع عشان نخلي بالنا من الناس اللي حوالينا. اكتر الناس مؤذيه هي الناس اللي حوالينا. انا حكالي مره من واحده صاحبتي بتقولي: كانت صاحبتي المقربه حرفيا اختي، كنا نتكلم كل يوم، بنخرج، بنحكي، كنت بديها اسراري ومشاكلي وكل تفاصيل حياتي. وفي لحظه، وفي يوم وليله والله يا مي، حياتي اتشقلبت. تعب مفاجئ، مشاكل في شغلي، كل ما تتفتح تتقفل تاني. علاقتي بخطيبي بقت متوتره جدا من لا شيء. رحت اتعالجت، قالوا لي اللي اذيكي ده حد قريب منك جدا، في واحده ست، وان هي كانت تفريق. اتخضيت جدا وفضلت ادعي وادعي وادعي لحد ما ربنا هداني وبين لي، وكانت هي مش بس خانت، دي دعت عليا وسعت لخرابي عشان كانت غيرانه، وبتقول ان هي حياتها سهله وانا كل حاجه عندي صعبه. النهارده انا الحمد لله في احسن حال، وهي ربنا ما يوريها تمن الظلم اللي هي ظلمتهولي. انا مش جايه اقولك خافي، بس جايه اقولك انتبهي، مش كل حد بيضحكلك بيحبك، مش كل حد ساكت من جواه خير. في ناس بتعرف تحسب بعينيها، في ناس بتعرف تأذي بسكوتها، في ناس عندها استعداد تروح تعمل سحر وتظن انها كده هي بتاخد حقها او بتحمي نفسها او بتبعد خطر عن حياتها. بس خليني اقولك حاجه فعلا من قلبي والله: اللي بيروح يأذي غيره ده حتى لو لقى غيره، وحتى لو لقى اللي هو عايزه، عمره ما هيتهنى بيه. واللي بيستخدم السحر عشان يملك حاجة عمره ما هيحافظ عليها. واللي بيأذي بيتأذي وأذى بيتردله 3-4 أضعاف الأذى اللي هو أذهولك. خليكوا عارفين كده دايما: السحر مش هزار، مش فيلم، ومش لعبة احنا ممكن نلعب بيها. ده ظلم بيكسر ناس، بيفرق أسر، بيهد بيوت، وبيمرض أجساد ونفوس. بقول لكل واحد سمعت الحلقة النهاردة: لو كنت ضحية فربنا كبير وهيجيب لك حقك، ولو كنت مؤذية فراجعي نفسك قبل ما حياتك كلها تتحرق من دعوة حد مظلوم في نص الليل.